محتار تدخل كلية ايه ليها علاقة بالبرمجة؟ تعال اقول لك. ناس كتير بتبعت لي وتايهين يدخلوا حاسبات ولا هندسة ولا ذكاء اصطناعي ولا غيرهم. بص يا سيدي، اول حاجة لازم تعرف تفرق بين الكليات الموجودة عشان تعرف تختار المناسب ليك. اول حاجة، لو بتحب الرياضة والفيزياء وعندك شغف تفهم الانظمة من اولها لاخرها ومش فارق معاك عدد السنين، فاكيد هقول لك هندسة. اولا لان مهندس، ثانيا لانك هتبدأ باساس علمي وهندسي قوي جدا. بس خلي بالك، البرمجة مش بتدرسها من اول سنة، وبتكون في اقسام معينة زي حاسبات وشوية اتصالات. يعني لو انت كل اللي بتحبه وعايزه برمجة، ده ممكن ما يكونش احسن بداية ليك. اما تاني كلية بقى، فدي خفيفة في الرياضة شوية، بس بتركز على البرمجة، الشبكات، الديتا والامن السيبراني. يعني كلها موضوعات من اللي قلبك يحبها شوية. بتبدأ برمجة من اول سنة، وكل سنة بتتعمق اكتر، وكل حاجة بتمشي بسرعة هنا. وطبعا تحبها لو مش عاوز تقعد 5 سنين فما فوق. دي ببساطة حاسبات ومعلومات. اما بقى لو عاوز كلية بتجمع ما بين علوم الحاسب وتخصصات الذكاء الاصطناعي، يبقى اختار كلية الذكاء الاصطناعي. هتدرس فيها بقى كل متعلقات الاي اي، ماشين ليرنينج بقى، ديب ليرنينج، كمبيوتر فيجن، بشكل اعمق من حاسبات وهندسة. بس لازم تبقى عارف ان الكلية دي لسه في بدايتها، ومش كل الجامعات فيها نفس القوة والامكانيات. اللي لازم تعرفه ان كل كلية فيهم ليها طريق مختلف. المهم تختار المجال اللي انت فعلا حبه. وصدقني الكليات دي كلها في مصر مش هتفرق كتير. اهم حاجة هتفرق شغلك على نفسك وكورساتك اللي بتتعلمها بره او حتى سيلف ليرنينج من على النت. وطبعا مهم انك تشوف الناس اللي شغالة في المجال وخد بنصيحتهم فعلا، وشوف الانسب ليك. اكتب لي في الكومنتات لو عاوز تعرف تفاصيل تانية عن الكليات المناسبة.